الموضوع ديال اليوم ماشي قصة من الخيال. هاد الشيفور ديال الطاكسي خدام نهارو عادي، غادي بشاري محمد الخامس بكازا، حتى كيبان له واحد الشخص كينوشلو. حبس، ركب. السيد اللي يركب معاه قال له واش وصلني للطبيب؟ ايه، قال له مرحبا. خدم الكونتور ديالو وشد الطريق، وصل قدام السبيطار. قال له سيدي حنا وصلنا. ما جاوبوش الراجل اللي راكب موراه، كيطول في المرايه كيبان له السيد اللي راكب معاه مغمض عينيه ومتكي على الكوسه اللي لور. قال يمكن يكون دهن الناس. نزل، مشى للباب اللوراني، فتح الباب. كيقول السيد الله يخليك حنا وصلنا للطبيب. ما كيجاوبوش. قال يمكن راه فقد الوعي. مشى كيجري دخل للطبيب، لقى واحد الفرملي في الباب. قال له الله يخليك تجي تشوف واحد السيد راه عندي في الطاكسي، راه وقيلا يمكن نسخف. ما عرفتش مالو. جا مع الفرملي، كيقلب السيد، ما كيتحركش، ما كيتنب. قال له يمكن راه ميت. صبر شويه خليني نشوف الطبيب اللي مكلف بالمستعجلات هنايا. مشى كيجري داك الفرملي، جاب الطبيب. جا كيقلب السيد، كيلقى السيد مات. مول الامانه دا امانته. قال له الله يخليك راه هاد السيد اللي في الطاكسي راه ميت، ويمكن راه شي ربع ساعه باش ميت دابا. باش قيسو حتى شي حاجه، خليو هادشي هكا. تيجيو البوليس، اتصلوا بالبوليس. جاو، جا عميد الشرطه، داروا البحوثات ديالهم. السيد خصو يمشي لمستودع الاموات ويقوموا بالتشريح ديالو، ويعرفوا السبب ديال الموت ديالو. حيت ما باين عليه حتى شي دليل كيفاش ميت السيد، كيبان عادي في الموت ديالو. هذاك الشيء اللي دارو. الشيف قال له ضابط الشرطة ما تخرجش من المدينة، غنبقاو على اتصال. ملي يخرجوا النتائج ديال التشريح، الا كان السيد مات موتة ديال الله عادية، غنسمعوا الأقوال ديالك وتمشي بحالك. ولا ما كانش ميت موتة عادية، راك غادي تبقى معنا وغنقوموا بالبحث. الجثة ملي تحطت في الطاولة ديال التشريح، ملي كيحيدوا الملابس ديال الضحية، كيلقاو باللي ان الجثة مضروبة بشي أداة اللي هي حادة، واخترقت الصدر ديالو، وقاصلو القلب، ووقع واحد النزيف داخلي هو اللي خلى ان هذاك الشخص يموت. الشيفور ديال الطاكسي باللي سمع السيد اللي كان معاه في الطاكسي راه ميت مقتول، تخلع. ما كانش متوقع هادشي. قال اش داني انا لهاد المصيبة كاملة. خارج نخدم على ولادي حتى نولي مرتكب جريمة قتل وانا ما عندي حتى شي علاقة بها. في هاد الحالة خصو يحضر مول الطاكسي ويسمع الأقوال ديالو. يبدا داكشي من جديد ويسمعوا الأقوال ديالو. جا الكوميسارية، بداو في الاستجواب ديالو. قالوا له هاد النهار عندك شنو درتي فيه؟ كيفاش داز النهار عندك؟ تعاود لنا كلشي. قال لهم النهار عندي داز بحال كاع النهارات. قال لهم باللي السيد وقفني في شارع محمد الخامس وقال لي باش ادينا للطبيب. ما قالش شي كلمة أخرى من غير هادشي. ركب، زدت أنا نوصل للطبيب. كنشوف في المراية باش نقول له راه حنا وصلنا، كنتفاجأ بلي السيد راه ناعس. ملي نزلت ما بغاش يتحرك السيد، عند بالي راه فقد الوعي ديالو. مشيت عيط للفرملي وحتى الطبيب اللي جا معاه، واكتشفنا بلي ان السيد راه ميت وانا ما عندي حتى شي علاقه به. مفتش الشرطه مشى لمستودع الاموات باش يقلب الملابس الحوايج ديال الضحيه، واش فيهم شي بطاقه هويه، شي حاجه كدل شكون هذاك الشخص اللي ميت. ما لقى حتى شي حاجه، من غير لقى واحد الطرف ديال الصابون اللي فيه واحد الريحه زوينه. هادشي اللي كاين، ما عنده حتى شي هويه. وشكون هو الله اعلم. امر باش يديروا البصمات ويعرفوا الهويه ديالو وشكون هو داك السيد، باش يعرفوا العائله ديالو فين كيسكن. مفتش الشرطه رجع الكوميساريه وخصو يزيد يسمع الشيفور ديال الطاكسي يقدر يقول شي حاجه اللي ما قالها لناش في الاول. قال له ملي خرجت في 7 الصباح مشيت لمكتب الشرطه اللي كيسجلوا فيه الطاكسيات، سجلت السميه ديالي وبديت الخدمه ديالي، وتوكلت على الله وبديت الخدمه ديالي. بديت كنهز الناس اللي كيركبوا معايا. قال له مفتش الشرطه واش ما عقلتيش على هاد الناس اللي ركبوا معاك حتى شي واحد منهم؟ قال له ما عقلتش بزاف، ولكن عاقل على واحد المراه اللي كانت كبيره في السن وما قدرش تطلع للعماره، وكنت عاونتها حتى طلعتها حتى للدار ديالها.
قال له: واش تقدر تمشي معنا وتورينا هاد المراه فين كاينه في ساكنه؟ قال له: اييه مرحبا. مشاو معاه، وصلوا للعماره، كيدقوا في الدار اللي وراهم الشيفور ديال الطاكسي. كيخرج واحد الراجل اللي هو كبير في لاج ديالو. يلاه يسولوه: واش كاين شي مرا كبيره ساكنه معاك هنايا؟ هي تبان. قال لهم: الطاكسي ها هي هاد هي اللي وصلتها للدار، هي اللي وصلتها للدار. دخلوا للدار سولوها، قال له: هاد الشيفور ديال الطاكسي واش بالصباح عاونك حتى وصلتي للدار، حتى طلعتي للدار ديالك هنا؟ قالت لهم: اييه، راه ما قدرتش وطلبته، هو راه عاوني حتى طلعت للدار ديالي. مفتي الشرطه تاكد بلي الشيفور ديال الطاكسي ما عندوش علاقه بهاد الجريمه قتل اللي وقع. ملي خرجوا البصمات ديال الضحيه، قدروا يتعرفوا على الهويه ديالو وفين كيسكن بالضبط واش من المدينه. مشاو للعنوان اللي كاينه في البيانات اللي لقاو باللي هذاك السيد والعائله ديالو انتقلوا قديم من هذاك العنوان، مبقاو ساكنين تماك. مفتش الشرطه كلف واحد الضابط باش يجيب له العنوان جديد ديال هاد الضحيه. من خلال البحث اللي داروا عرفوا باللي هذاك الضحيه اللي ميت ديجا كان خدام في واحد الكراج ديال النجاره. ملي مشاو لهداك المحل ديال النجاره، مول المحل هو اللي وراهم السكنه ديال هذاك الضحيه فين كاينه. مشاو للعنوان، وحلت الباب الام ديالو وسولها مفتش الشرطه. قال لها: الولد ديالك فؤاد فين هو؟ قالت له: ملي خرج الصباح مع 11 ديال النهار دا الخبز الفران، من تما ما وليتش شفتو. مفتي الشرطه هذيك الساعه قال لها: ولدك راه مات، ومات مقتول، البركه في راسك. صيفطت معاهم ولدها الصغير باش يديهم عند مول الفران، يديروا ولدها الخبز، وما ولاش رجع. مفتي الشرطه ملي دخل لهذاك الفران سول مول الفران، ما عطاش شي معلومات كافيه، ما عطاش راس الخيط. ملي كان خارج مفتي الشرطه كيشوف ان الدري الصغير اللي جا معاه وراه الفران، واحد الدري اخر تقريبا في العمر ديالو كيهضر له في ودنو، والدري ما عجبوش الحال ومخلوع. مشى عندو مفتي الشرطه قال له: شنو قال لك هذاك الدري؟ ما قدرش يقول له، ما بغاش يقول له، خاف. مفتي الشرطه بقى عقلو دايخ، هذاك الدري الصغير شنو قال له في ودنو اللي خلاه بحال هكاك مخلوع وخايف. مفتي الشرطه من رجع الكوميساريه كلف عميدة الشرطه اللي مكلفه بالدراري الصغار بالقصيرين باللي تمشي معاه الدار ديال الضحيه، وتسول الدري الصغير شنو الهضره اللي قال له هذاك الدري الاخر في الودن ديالو، واش عندها علاقه بالموت ديال خوه. مشات معاه للدار ديال الضحيه، وقدروا يعرفوا الهضره اللي دارت في الودن ديال الدري الصغير، بلي راه شاف مول الفران كيقول للدري خوه: الا ما جبتيش هاك الصابونه اللي هزيتي لي من الكرتونه، راه غادي نخشي لك هاد الموس في كرشك. مشاو عند مول الفران وقال له بلي انت هو مول الجريمه قتل. قال لهم: انا ما عنديش شي علاقه بهاد الضحيه، ونكر. البوليس خرجوا داك الناس كاملين اللي تما، وقلبوا هذيك البلاصه مزيان، كيلقاو واحد الموس مخزون تحت هذاك الخشب اللي كيشعل به الفران، وفيه اثار ديال الدم. داو مع مول الفران باش يديروا معاه تحقيق. صيفطوا هذاك الموس للمختبر، تكتشف باللي هذاك الدم اللي على الموس ديال الضحيه اللي لقاو مقطوع عند مول الطاكسي. اعترف مول الفران باللي الضحيه مشى له الصندوقه ديالو، هز له واحد الصابونه اللي كيستعملها ديما، وطلب منه باش يرجعها، ولكن ما بغاش وبقى كيستهزأ بيا. هزيت الموس وحاول نخلعو به، وقصتو في الصدر ديالو وهو يهرب. والبقيه ديال القصه راكم كتعرفوها. مول الطاكسي خرج براءة، تقدم مول الفران قدام وكيل الملك بالضرب والجرح اللي ادى للموت. ما تخسر والو الا درتي واحد لايك ودرتي مشاركه للقناه. غادي تكون كتحفزني باش نجيب قصص جداد.